لو ناوي تشتري دهب ما تفوتش الفيديو ده، اعمل سيف واتفرج لحد الآخر. النهارده طلع شوية تصريحات كده من مسؤولين في الولايات المتحدة بيقولوا لجيروم باول بالبلدي لازم تخفض الفايدة النهارده قبل بكرة. التصريحات دي كانت نتيجة بعض التقارير الاقتصادية اللي ظهرت في الولايات المتحدة امبارح، اللي بتقول بالبلدي إن الولايات المتحدة كده داخلة على مرحلة ريسيشن أو كساد اقتصادي. معدلات البطالة زادت ووصلت ل4.3 بعد ما كانت متوقع عليها إن هي توصل ل4.1 بس. عدد الوظائف اللي بيقدمها القطاع الخاص قلت، حتى معدل الأجور قل. ده من الآخر رسالة صريحة وواضحة للبنك الفيدرالي إن هو يبدأ في تخفيض الفايدة في اجتماع شهر 9. الناحية التانية في الشرق الأوسط طلع لنا خبر اغتيال إسماعيل هنية، بالإضافة لأن إيران رفعت الراية الحمراء ومن الآخر بتحذر إن هيحصل أحداث غير طبيعية الفترة الجاية في الشرق الأوسط. كل التوترات الجيوسياسية دي معاها معدلات الريسيشن اللي ابتدت تزيد في الولايات المتحدة الأمريكية دي بتنذر بحاجة واحدة بس،